اصبري بس لما اصحابك ينزلوا هديكي حاجة كده تاخديها وانتي مروحة. اسمي نادية. بتبدأ حكايتي وانا في المدرسة الابتدائية. بداية حياتنا كنا عايشين في الأرياف، وطبعا بابا ما كانش لاقي شغل كويس، مش بيعمل اي حاجة في يومه غير ان هو بيزرع وبيحصد. هي بتاعته كانت حاجة بسيطة خالص، يعني ما تأكلناش عيش حاف. يوم انا واخواتي بنكبر يعني محتاجين مصاريف اكتر، وبابا بيكلم ماما ويقول لها احنا هنسافر عن مدينة، ان عيشة الريف مش نافعة معانا، خصوصا ان احنا عندنا 5 اطفال. وافقت له وقالت له انا ما عنديش اي مشكلة، مكان ما تروح انا معاك. لمينا حاجتنا وسافرنا. هو كان مكلم حد من صحابه اجر لنا اوضتين فوق السطوح. احنا عايشين بناكل ونشرب ونخرج. بصراحة العيشة في المدينة احسن من عيشة الريف 1000 مرة. كنت البنت الكبيرة لبابا. لما كان عمري 8 سنين ماما قالت لبابا بنتك متأخرة، لازم نقدم لها في المدرسة. بابا قال لها قوليلي ايه المطلوب وانا اروح اقدم لها. روح اسأل في المدرسة. فعلا بابا راح المدرسة وعرف ايه الاوراق المطلوبة وراح قدمها. هو راح قدم لي في المدرسة، وانا مش قادرة اوصف لكم انا كنت فرحانة ازاي في اليوم ده. دايما كنت احب اهزر مع المدرسين واتكلم معاهم، وكان الكل بيحبني. سنين بتعدي وانا بكبر وحماسي بيكبر جوايا. دايما من المتفوقين، وكل شهر كان ليا شهادة تقدير. دي حاجة كانت مفرحة بابا جدا، لان هو دايما كان بيقولي كل التعب اللي تعبته مش هيروح على الفاضي. كانت مس رحمة المس المفضلة عندي في المدرسة. كنت بعتبرها أمي، وهي كانت بتعتبرني أكتر من بنتها. للأسف فضلت فترة ما تجيش المدرسة من غير أي سبب. احنا استغربنا وقلنا ازاي ما تجيش كل ده، وقلقنا عليها جدا. بدأت أنا وأصحابي إننا نروح نطمن عليها. رحنا علشان نطمن عليها، اكتشفنا إن هي توفت. ساعتها أنا اتصدمت وكنت زعلانة جدا لدرجة إن أنا ما كنتش حابة أروح المدرسة خالص. كنت قاعدة في البيت حوالي أسبوعين لحد ما أصحابي قالولي لازم تحضري علشان انتي كده هتترفدي. طبطب عليا وقال لي انتي شاطرة يا نادية، لازم تشوفي مستقبلك، بلاش تدمري مستقبلك، علينا حق وكلنا هنموت. على كتفي بحنية وفضل يتكلم معايا شوية. يوم جهزت نفسي ورحت المدرسة، واكتشفت ان اللي خد مكان مس رحمة أستاذ غريب، كان منقول من محافظة تانية، وأسلوبه كان وحش جدا في الشرح، وكان دايما يتعصب علينا. يوم كان عندنا حصة عادية، بعد ما خلص درسه كان عمال يسأل فينا هو انتوا منين. واحدة واحدة فينا تقول هي منين. تقريبا البنات كلهم كانوا من نفس المنطقة ما عدا أنا وبنتين تانيين. للأسف أنا كنت أحلى واحدة في البنتين دول، وكان اللي يشوفني كان يديني سن أكبر من سني. إن أنا داخلة المدرسة بعد ميعادي. كنت داخلة المدرسة كبيرة 3 سنين. للأسف من اليوم ده حياتي اتشقلبت 180 درجة. الأستاذ ده كان دايما بيقرب مني، وكان بيتكلم معايا بحنية، وكان بيحط ايده على جسمي. فاكرة ان هو اتغير وكان بيعاملنا كويس، لكن كله لاحظ معاملته ليا الغريبة. منكم كده انا ما كنتش حاطة في دماغي اي حاجة، لاني ما كنتش مدية اخوانا. لقيته بيقولي بقولك ايه، استني ما تمشيش هديكي حاجة. خير يا مستر، ايه الحاجة اللي هتديها لي؟ سوري بس لما اصحابك ينزلوا هديكي حاجة كده تاخديها وانتي مروحة. تمام ماشي. وفي الفترة دي انا كان عندي 11 سنة. كنت قاعدة مستنية لحد ما كل البنات خرجوا من الفصل. انا كنت جوه الفصل مش شايفة اي حاجة برا. اللي حصل ان المستر كان عامل نفسه بيقلب في الورق لحد ما كل المدرسة خرجت. مش فيه غير البواب اللي تقريبا كان عارف ان المستر جوه. لقيت الوقت متأخر، قلت للمستر بعد اذنك كان عاوز امشي، عشان كده بابا هيزعقلي على التأخير. لقيته بيقولي خلاص هتمشي دلوقتي. مشي ناحية الباب بتاع الفصل وقفله من جوه.
من كل ده ولا أنا فاهمة ولا مستوعبة أي حاجة. براءة قلتله يا مستر هو انت بتقفل الباب ليه؟ هتعرفي دلوقتي. لقيته بيحسس على جسمي بشكل مقرف، عينيه ولمسته كل حاجة فيه كانت ترعب. أنا ابتديت أحس بالخطر والخوف، ابتدى يترعش وابتديت أبعده عني. معرفتش أصوت أو أنادي لأي حد يلحقني، مفيش أي حد سمع صوتي. المدرسة كانت فاضية مفيهاش أي حد غير الحارس وبس. في الوقت ده المستر اعتدى عليا وأنا فقدت الوعي تماما، مش بنفسي ولا حسيت بأي حاجة. ولما عمل عملته وخلص سابني مرمية في الأرض زي الكلبة وخرج. الوقت ده أهلي دوروا عليا كتير لكن أنا ما كانش ليا أي أثر. واحدة من صحابي قالت لبابا إن أنا قعدت في الفصل علشان المستر كان عاوز يديني حاجة. راح المدرسة وكلم الحارس وبابا قال للحارس هو مفيش حد جوه. راح الحارس قاله لأ، قاله أنا عاوز عنوان المستر كذا. الحارس خاف وتوتر. الحارس رد على بابا وقاله أنا ولا معايا رقمه ولا أعرفه، شوف لك مكان تاني بقى دور على بنتك فيه. مع بابا قلق جدا وتوتر وحس ان في حاجة مش صح. هو قلبه كان بيقوله ان انا جوه المدرسة لكن الحارس ما سمحش لبابا ان هو يدخل يدور عليا. بابا ملقاش قدامه حل غير ان هو يروح يبلغ في اسم الشرطة، بلاغ ان انا متغيبة من الصبح. الضابط قال لبابا ان هو مش هيقتحم المدرسة غير بعد ما يعدي 24 ساعة، على الأقل نستنى لما النهار يطلع. كان فضلوا مستنيين لحد ما نهار الجمعة طلع. راحت مع بابا لحد باب المدرسة على الفصل بتاعي ومن غير ما يفتشوا ولا يدوروا أنا كنت مرمية على الأرض. كنت عاملة زي الذبيحة بالظبط، مرمية على الأرض وغرقانة في دمي. كان متلج لدرجة ان كل اللي حواليا افتكروا ان انا مت. نقلوني على المستشفى والدكتور عمل معايا الواجب، علقلي محاليل وطلع قالهم ان في حالة احتداء عليا شديدة، هيكتب على اي حد اللي بابا كان فيه اليوم ده. كان بابا حاسس ان هو بيموت، كان حاسس ان روحه بتطلع منه. تحت عيني لقيت بابا ماسك ايدي وماما واخواتي حواليا، في ضابط علشان يستجوبني وياخد اقوالي. بصلي بكثرة وكانت عينيه مليانة دموع. قالي يا وجع قلبي يا بنتي ازاي يحصلك كده وانا ما كنش معاكي؟ مين اللي عمل فيكي كده علشان اخد روحه في ايدي؟ كنا عمالين نعيط. الضابط جه وقعد جنبي وقالي قادرة تتكلمي؟ هو سؤال واحد، مين اللي عمل كده؟ قلت استاذ كذا طبعا، واول ما طلع اسمه طلع ضبط واحضار ليه، لكن للأسف هو اختفى ودوروا عليه في كل مكان ملقيوش أثر ليه. الحارس بتاع المدرسة ملهوش أي أثر. في الوقت ده كل اللي يعرفوني أو ما يعرفونيش عرفوا حكايتي جت على التلفزيون واتنشرت في الجرايد واتنشرت في الصحف. طبعا السوشيال ميديا ما كانتش زي دلوقتي، طبعا الأيام بتعدي وأنا ما خدش حقي والمجتمع بيحاسبني على حاجة ماليش ذنب فيها. ما كملتش تعليمي لأني اتعقدت، قعدت في البيت لحد ما عمري كان 24 سنة. مش أي حد جه تقدملي، بابا ملقيش حد تقدملي والكل عرف حكايتي. قال لماما جهزي نفسك علشان هنسافر محافظة تانية بيتنا، واشترينا بيت جديد في المحافظة اللي احنا نقلنا فيها. المحافظة الجديدة عملت عملية، طبعا انتم عارفين هي عملية ايه. عاوزة اقولكم ان هي اصعب حاجة تحصل لواحدة او تمر على واحدة ربنا ما يكتبها عليكم. الوقت ده روحت اشتغلت في محل اكسسوارات. جه شاب يشتري اكسسوارات علشان عيد ميلاد اخته، ان انا اختار معاه.
اخترت معاه شوية حاجات وفضلنا نضحك ونهزر مع بعض. طبعا اليوم ده اتكرر كتير، كل شوية يجي ويقولي عاوزة اشتري لأمي، عاوزة اشتري لأختي، عاوزة اشتري لخالتي. أنا فهمت ان كل ده حجج علشان يجي يقعد معايا ويكلمني. مر عليا سنة وانا والشاب ده بنتكلم وبنتقابل على طول. اضحك عليكم لانه ما كانش في دماغي ان هو هيجي يخطبني. كنت بس عاوزة اجرب شعور المخطوبة او في حد بيحبني ومهتم بيا. فاكرة ان هو بيتسلى فترة وهيسيبني، لكن فاجئني لما قالي انا عاوزة رقم باباكي. خد الرقم وانا ما كانش في دماغي اي حاجة، لكن فعلا صدق وجه هو ومامته علشان يخطبوني. عليكم بابا وافق على طول حتى من غير ما يسأل عليه، وقاله يا ابني الشبكة هدية منك للعروسة. بالنسبة للشقة اعملها زي ما تعملها، هي كده كده بيتك. احنا هنجهز بيتنا على قدنا. قاله تمام يا عمي، انا مش عاوز منكم اي حاجة، انا عاوز نادية وبس. اتخطبنا سنة بالظبط، لان طبعا ما كنتش مجهزة نفسي. السنة دي خلص حاجات كانت في الشقة، وزنا وعملنا فرح بسيط على قدنا. هو عزم شوية من اهله وانا عزمت شوية من اصحابي اللي انا اعرفهم وبس. لكن موضوع القديم محدش يعرف عنه اي حاجة. انا كمان لما القصة نزلت بالحروف بس ما نزلتش بالاسامي. دلوقتي متجوزة بقالي 6 سنين وعندي بنتين، لكن كل ما افتكر ان انا ما خدتش حقي بزعل جدا. لكم من بناتكم الدنيا ما بقاش فيها امان وبقت تخوف قوي. معايا لحد هنا ما ينساش اللايك ويقولي ايه رأيه في القصة.